بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل طريقتين للبانيه: بانيه الشركات والبانيه العادي البيتي اللي احنا بنعمله دايما في البيت، بس بطريقة مختلفة وجديدة ومقرمشة وذهبي، وطريقة هتعجبك جدا جدا، وبخطوتين اتنين بس، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. ممكن تخزنيها في الفريزر وتطلعي على القلي على طول. طريقة سهلة جدا ومكوناتها سهلة جدا. اول حاجة هنعمل طريقة البانيه العادي بتاعنا بتاع البيت. انا كنت جايبة فرختين، وقلت للراجل قطع لي الصدور بتاعتها بانيه. تمام. اول حاجة هنجيب 3 بيضات، وعليهم 4 معالق زبادي او واحدة زبادي بلدي صغيرة، وعليهم ملح وفلفل اسمر، شوية شطة دي حسب الرغبة، بابريكا،